الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الفاتحة، الآية 7 منها قول المولى عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومع كونه الإمام ابن الجوزي قد اشترط على نفسه أن يذكر الأقوال التي ذكرها المفسرون وقالوا بها في الآيات الكريمات، إلا أنه اقتصر في قوله المغضوب عليه وقوله ولا الضالين على قول واحد، مما يوهم أنه ليس في الآية سوى هذا القول، وليس الأمر كذلك، بل فيه من الأقوال ما هو أرجح مما ذكره ابن الجوزي مقتصرا عليه. أما ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في هذا الجزء من الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: والعهدة عليه، فأما المغضوب عليهم فهم اليهود والضالون النصارى. رواه عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قتيبة: والضلال الحيرة والعدول عن الحق. أما حديث عدي بن حاتم فأخرجه أحمد وابن حبان والطبراني، وأشار الهيثمي في مجمع الزوائد إلى أن رجاله رجال الصحيح غير واحد وهو ثقة. قال البيضاوي والنسفي رحمه الله في تفسيرهما أن هذا القول بدل من الذين، على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال. والغضب ثوران النفس عند إرادة الانتقام، فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى والغاية، إذ لا يجوز في حقه سبحانه وتعالى بمعنى البدايات ثوران النفس ونحو ذلك. فغضب الله إرادة الانتقام، إرادة الانتقام من المكذبين وإنزال العقوبة بهم. والضلال العدول عن الطريق السوي عمدا أو خطأ. انتهى كلام البيضاوي والنسفي. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: ويتجه أن يقال المغضوب عليهم العصاة، والضالين الجاهلون بالله، لأن المنعم عليهم من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخير للعمل به، وكان المقابل له من اختل إحدى قوتيه العاقلة والعاملة، والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه، لقوله تعالى في القاتل عمدا وغضب الله عليه. والمخل بالعقل جاهل ضال، لقوله سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا الذي مال إليه الإمام البيضاوي رحمه الله هو مقتضى صنيع الخازن والنسفي في تفسيره، وهو الذي نختاره، أنه عام في كل مغضوب عليهم وكل ضال، ولا يختص ذلك بأمم بعينها. وما وقع من ذلك في بعض الأخبار أو أقوال أئمة التفسير فيحمل على التمثيل لا على الحصر. ومما قيل أيضا في معنى الآية غير المغضوب عليهم بالبدعة ولا الضالين عن السنة، نقله الخزن. فالقول بأن المقصود بهم بعض الأمم قبل الإسلام كاليهود والنصارى هو أحد الأقوال التي قيلت في الآية، ولا يتعين الحمل عليه ولو صح الحديث فيه، فيحمل على التمثيل لا على التعيين، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.